يعني الكلام عن عزل عبد المجيد محمود، لا، الحكم طالع بس في حدود تعيين النائب العام الجديد طلعت عبد الله فقط. ومعنى كده ان كل اللي اتقال اللي امبارح كان كلام تدليس. فطبعا انت في حالة بهذه الصورة. لكن من الناحية القانونية ايضا في القانون شرط اسمه شرط المصلحة. شرط المصلحة ده كان قبل كده مقرر بالمادة 3 مرافعات، وحصل تعديل لها لما تعديل علشان ضد الإسلاميين، لأن الإسلاميين كانوا بدأوا يرفعوا دعوة لإقامة العدل، فالحكم مش عايز العدل يقام، فعدل المادة دي وقال لا، مش أي حد، لازم تبقى مصلحة شخصية مباشرة خاصة بيه هو. فاللي رفع الدعوة هو عبد المجيد محمود اللي هو النائب العام السابق. طب ده مصلحته إيه؟ المصلحة أعدمت. إزاي؟ انه لم يعد يمكن ان يعود لمنصب النائب العام اصلا، لانه مش لمتجاوز السن، لكن لتجاوز المده الزمنيه اللي ممكن يبقاها، ولصدور الدستور الجديد ولصدور الاعلانات الدستوريه اللي الدستور الجديد حصن اثارها. فما دام ما عادش له مصلحه انه يرجع هو شخصيا، يبقى شرط المصلحه مش موجود. ففي الحقيقه الغاز مش هتبان غير من حيثيات الحكم. لكني لا أترخص في إني أقول إنه ربنا يكرمه رئيس الجمهورية والإخوان هم السبب في كده. لأنه الحقيقة إن ممارسة الأداء الحكومي بالطريقة القانونية العادية من غير ما نبقى واخدين بالنا إن قامت ثورة معناها إجراءات حماية للثورة، مع كده على طول. واللي بيفكر عايز يقارن بأقرب ثورة اللي هي ثورة 23 يوليو 52 يلاقي كده إن هو أنا بأدير دولة في ظل نظامها الحالي، أنا أمام جهاز قضائي تسلل إليه الفساد تسللا متمكنا من فروع ومن أشياء كثيرة. طب أنا زيه زي غيره، لازم الأداء يبقى أداء فيه حراسة. هم تأخروا لا شك، صحيح تحت ضغط الليبراليين، تحت ضغط العلمانيين، تحت ضغط المرجفين، لكن تأخروا في الإصرار على إصدار قانون السلطة القضائية. قالوا ده هيعمل مشاكل، ده الناس هتتضايق، ده هيحصل، فتأخروا. ومش هم لوحدهم، ده كل من كان عضوا في مجلس الشعب قبل حله كده تورط في هذا، يعني السلفيين كذلك، والحزب الوسط كذلك، والليبراليين كذلك، وبتوع شباب الثورة كذلك، كلهم غفلوا مش غفلوا بقى، تخدروا تجاه إصدار قانون للسلطة القضائية. فكانت النتيجة النهاردة ان احنا بقينا ورقة في مهب الرياح. صحيح. مين كان يصدق يا أستاذ عمر ان شباب الثورة انه يروح صفوت الشريف بيتهم وهم مش زعلانين، ويروح زكريا عزمي وهم مش زعلانين، ويروح فتحي سرور وهم مش زعلانين، وهيروح حسني مبارك يعني انا عايز اقول احنا مش احنا. نعم. احنا بقينا لما تشوف كده تقول لا، ده احنا لازم نراجع الشخصيات دي مرة تانية. الحالة اللي احنا فيها دي حالة، ده احنا يعني البلد بتضيع والناس مش هنا والاستجابة ضعيفة جدا. نعم. فطبعا مش هقدر اجاوب حضرتك غير لما تطلع الحيثيات، فاقدر يعني نتكلم فيها بناء على حيثياتها. نعم. ان شاء الله. شيخنا الكريم، لم نجد الفزع عند التيارات الليبرالية والعلمانية، ولا سيما القنوات الفضائية الموجودة على الساحة، حينما حصل موضوع اقتحام المركز العام للإخوان المسلمين في أحداث المقطم وتلك المجازر التي حدثت هناك، بينما وجدنا فزعا كبيرا عشان 300 شخص كانوا واقفين قدام مدينة الإنتاج الإعلامي. أولا احنا وصلنا دلوقتي لدرجة مع الأسف احنا كلنا ضدها، لكن انه لازم انه هيبتدي التوجه إلى المقرات وإلى بيوت السياسيين. خلاص، ما هو اصل انت لما تهدد بيت رئيس الجمهورية مثلا، هو انت بيتك ما هوش آمن لما تيجي، وده شيء غلط ومؤسف. نعم. ومزري ومهين وغلط ولازم نقاومه. لكن انت الآن في حالة تكريس ثقافة. واحد بيعمل فرح قدام بيته، طب مش عارفك ان فرحك هيمشي مظبوط. يجب ان احنا نقول انه التوجه الى الممتلكات الخاصة والى بيوت الناس وإلى مقرات الأحزاب وإلى مقرات الجماعات وإلى الجمعيات والهيئات، ده غلط. ده في حد ذاته غلط، ولازم كان يطلع بهذه الصورة. الآن إحنا أمام الاضطرار لكف، مفيش عنف، ما احنا مش هتسيب جرائم العنف تفضل تتصاعد، ولذلك لازم الرسالة تكون واضحة.
واضحه جدا كمان، فده شيء مؤسف. لكن البعض شيخنا معلش تعليقا يعني ربما في مثل تلك المظاهرات امام بيوت الاعلاميين، امام مقرات الاحزاب، ده غلط، ربما يندس بين اولئك المتظاهرين السلميين احد ممكن يتسبب في جريمه او مشكله. لازم كلنا نقف ضد هذا. لازم كلنا ناخد مبدأ ان كل ده مش مظبوط، ومع ذلك نعمله. لا، مين قال نعمله؟ بقول لك كلنا ما نعملوش، كلنا نكف عنه. نعم. كلنا نوقفه. انما بيت رئيس الدولة الاسبوع اللي فات يروحوا ويعملوا قدامه حاجات، ده شيء مين يقبل على شرفه هذا؟ مقرات الاخوان كم مقر احترق حتى الان؟ مين يقبل هذا؟ فبالتالي علشان تحط لي الاحزاب كلها تبقى في المرمى خلاص كده، مش من دلوقتي، من قبل كده بقت شيء مؤسف. لازم كلنا نبقى ضد ده. يعني ده شيء مش انا بقول ان هو احنا عايزينه، لا، ده الشيء اللي احنا مش عايزينه، ده الشيء اللي احنا يجب ان احنا نقف قصاده، لان صورة القصاص الفوري دي هتبقى خطأ. واما موضوع مدينة الانتاج الاعلامي في الاسبوع اللي فات، في الحقيقة انا مش فاهمه، انا مش عارف اصلا يعني من الذي دعا له؟ هل هي كانت حقيقة؟ هل كانت خدعة؟ حازم هذه المظاهرة. ما هو أنا بقيت دلوقتي المتعهد الرسمي، أي حاجة يجيبوها، لكن لا، أنا حتى الآن لا أعرف يعني هل هي لعبة، هل استدرج الناس إنهم ينزلوا بدعوة من مين، محدش عارف، وهل ده كان علشان تظهر صورة معينة. يعني الحقيقة أنا ليس عندي معلومات عن الموضوع إطلاقا، إنما الذي أقطع به أنني على الأقل لا أعرف فين الجهة الداعية. يعني الناس تداعت بالشائعات ولا أعرف أين هي الجهة. ولم يكن هناك تنظيم في الأصل. إنما الموضوع يستاهل أكتر من كده، مش أكتر من يعني من مدينة الإنتاج الإعلامي، لا، يستاهل وقفة إنه لا، ما تحرقش تاني خلاص. خلاص يعني، وأنا بقول لك من عندي أهو، هذا الموسم يجب ان احنا نقول انه انتهى خلاص، انتهى. يعني كون ان في حد يتولى تصعيد الجرائم ويتصور ان الناس هيسيبوه، لا خلاص، ده مستحيل، ده غير، ولازم كلنا نقول كده، لانه اصل القانون لازم يعلو. القانون بيقول ان في حق الدفاع الشرعي بمنع الجرائم بكفها، بمنع وقوع الجريمه. انما لما توصل ان كل اسبوع عندك عشرات الالاف ازايز مولوتوف مترصصه، ايه ده؟ بتجيبوا منين الازايز دي كلها؟ ما كنتش اعرف ان مصر مليانه الازايز دي كلها، وتعدها وتجهزها وتحطها وتضرب بيها وتحرق، وبعدين نستنى الاسبوع الجاي فتطلع تاني بمؤتمر صحفي زي اللي عملوه مثلا امبارح، يقولوا انزلوا تاني، فيحصل حرق تاني وتالت، وبعدين وهكذا. لازم يعرف من يتولى كبر ارتكاب الجرائم انه سيكف، لابد من كف الجريمه وردعها. شيخ حازم، بمناسبة موضوع حصار بيت رئيس الجمهورية، شفت امبارح مشهد كوميدي شوية في بعض برامج التوك شو على مختلف القنوات الفضائية، قال ان هم غيرانين قوي ان الرئيس ازاي يروح قطر، وان امير قطر ما يستقبلش الرئيس في المطار، وان ازاي ان الدكتور مرسي امير قطر ما يستقبلوش، ويكون نحن نقر ان لابد ان هذا البروتوكول السياسي. لكن لما بشوف كلامهم وغيرتهم قوي على رئيس الجمهورية وعلى الدكتور محمد مرسي، ما اشوفش هم بيعملوا في ايه ليل ونهار وطول الاسبوع. هو استقبل الاخرين؟ ما عنديش فكره. يعني انا اعتقد، انا عارف ان قالوا ان هو مريض. يعني انا اعتقد احنا موضع الغضب انه يكون استقبل الاخرين ولم يستقبل رئيس الجمهوريه. انما انا بتكلم على فكره ان هم بيشتموا فيه طول الاسبوع ومبهدلينه واخر بهدله، والوقت بقى غيرانين على شخص رئيس الجمهوريه. ما هو اي حاجه تجيب النتيجه هنمشي فيها. انما هو بصفه عامه احنا برضو يعني عايزين نقول ايه، انه الاتزان يا استاذ عمر، الاتزان هو اللي بيخلي الانسان حقيقه حتى كلامه محترم. يعني انا النهارده لو انا عندي امير قطر، اولا قطر دي اللي بيتكلموا عنها، الغريب في الامر انه مثلا حجم الاستثمارات القطريه في مصر اقل من حجم الاستثمارات الاماراتيه والسعوديه والكويتيه يعني البلاد اللي هي بيتقال عليها ان هي ضد. نعم. فلما تيجي تترجم كلامهم حتى الى ارقام تلاقيهم بيقولوا كلام فارغ. كويس. وبعدين انا لما حد يساعدني عشان عنده غرض سيء، افرض قطر دي عندها غرض سيء وبتساعدني وتبع امريكا وهي مخلب امريكا في المنطقه وبتكبر دورها والكلام اللي بيقولوه ده كله، في الاخر اقول له امشي من هنا، ما هو بيقدم مساعده. المهم ان انا المقابل بتاع المساعده دي ان انا ما اتورطش في شيء خطا او شيء، بس ادي الفكره. فعلى كل حال، اما الاستقبال فالاستقبال ده بيبقى
إما عشان ظروفه الصحية، وإما يبقى بروتوكوليا، وإما شيء من هذا القبيل. يعني مسائل صغيرة على كل حال. نعم. ما لم تكن في سياق أنه استقبل الجميع واستثنى الرئيس المصري. تمام. التعليق على خطابات رئيس الجمهورية، وأنه دائما ما يقول